السلام عليكم. إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض تورتة عيد ميلاد بطريقة سهلة وبسيطة بالسبونج البيتي، ومش هتكلفِك نفس التكلفة اللي برّه، طبعًا أوفر بكتير وأحلى مليون مرّة، وهاقول لِك على كل الخطوات اللي هتنجّح معاكِ السبونج البيتي. لو أول مرّة تشوفوني أهلًا بيكم في قناتي سهلة وبسيطة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك على الفيديو. يالّا بينا نبدأ على طول. أول حاجة معانا 5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. لو البيض حجمه كبير حطّي 4، لو البيض بتاعِك بيكون فيه أحجام بتبقى أحجام كبيرة جامد ما شاء الله، بتبقى حطّي 4 بس كفاية. أنا هنا حطّيت 5 عشان البيض بتاعي كان صغير. أول حاجة هادّيهم ضربة خفيفة كده عشان أفكّك البيض من بعضه، وطبعًا حطّيت فانيليا. حطّي فانيليا نوعها كويس عشان تقضي على ريحة البيض وزفرته خالص. البيض حوالي دقيقتين. هاحط معايا كوباية إلا ربع من السكر الأبيض، لازم السكر يكون حبيباته ناعمة، ما يكونش سكر خشن أو سكر تموين. ممكن تزودي السكر عن كده الكوباية، أنا بس حبيت أخفف من سكر الكيك عشان لسه هنحط شوية إضافات، بس ممكن لو بتحبي الكيك مسكر تحطي كوباية. بعد كده ضربتهم دقيقتين كمان عشان أفكك البيض مع السكر شوية. بعد كده معايا معلقة كبيرة من محسن الجل. زي ما انت شايفة كده لازم الجل يكون لونه شفاف، لو لونه أبيض يبقى محسن الجل باظ منك، لازم تتأكدي إنه شفاف. بعد كده هابدأ أضرب فيهم لحد ما أوصل لقوام كريمي زي ما أنتم هتشوفوا معايا كده. ما ينفعش نستغنى عن خطوة المحسن الجل في الاسبونج البيتي، لازم يا جماعة، مش هينجح معاكي الاسبونج البيتي من غيره. بعد كده معايا كوباية إلا ربع من المية برضو بدرجة حرارة المطبخ. كل المكونات معايا بدرجة حرارة المطبخ. هبدأ أنزل بيها بالتدريج زي ما انتم شايفين كده وهكمل ضرب. عايزة أقولك إنك لو عندك عجان هتحطي كل المكونات كلها مع بعض وتسيبي العجان يضرب، وده طبعا أحسن وأسهل. بس طبعًا مش كل البيوت فيها عجّان، فطبعًا المضرب الكهربائي شغّال عادي ما بيقولش لأ، بس كل الحكاية إنه بياخد وقت ومجهود شوية مننا. ضِفت كمان معلقة كبيرة من الخل بس الكاميرا كانت فصلت. هاحضّر المواد الجافة، معايا كوبايتين من الدقيق، أنا معايرة بمَج الشاي العادي بتاعنا اللي موجود في كل بيت. معايا كوبايتين كاملين مليانين من الدقيق العادي، هنخُلهم ويا ريت ننخُل الدقيق كذا مرّة، أنا نخَلته قبل كده أساسًا مرّة وبانخُله معاكم تاني. ومعايا نُص كوباية من النشا ومعلقة كبيرة مليانة، يعني باحُط نُص كوباية ومعلقة كمان كبيرة مليانة هرمية. كمان معايا معلقة كبيرة من الكيك شيف. لو مش عندِك الكيك شيف حطّي معلقة صغيرة من البيكنج باودر، لإن أنا باحط معلقة كبيرة ليه من الكيك شيف عشان هو مليان محسنات، لكن البيكنج باودر بيكون أتقل، فهتحطّي معلقة صغيرة بس منه. وزي ما أنتم شايفين كده معايا الخليط تضاعف حجمه ولونه افتح، يعني بقى خليط لونه أبيض بعد ما كان هو أصفر، طبعًا ده بكل بفضل محسن الجل. بعد كده هابدأ أضيف خليط المواد الجافة بالتدريج معلقة، معلقة وأكمّل ضرب لحد ما أخلّص الخليط كله. لحد ما نخلّص خليط المواد الجافة ونوصل للقوام اللي أنتِ شايفاه كده، يعني عامل زي أنا عامل منقار كده مش سايل، يعني لو قلبت الطبق مش هيجرى له حاجة. بعد كده هاقلِّب بالمعلقة لحد ما أتأكد إن ما فيش أي دقيق في الجوانب. بعد كده هابدأ أحضّر الصينية اللي هاحط فيها خليط الكيكة، دي الصينية الأوسط في طقم الصواني المستطيل. أنا هنا بطّنته بورق عادي، ورق تصوير أبيض، يعني ينفع تبطّنيه بورق كراسة رسم زي ما أنتِ عايزة. بادهن الصينية الأول زبدة، بعد كده بابدأ أثبّت فيها الورق، وبصراحة نتيجته أبهرتني، أنا ما كانش عندي وقتها ورق زبدة، والنتيجة بصراحة يعني كانت أحلى بكتير من ورق الزبدة كمان. بعد كده باصُب الخليط وأسويه كويس جدًا في الصينية زي ما أنتم شايفين كده. بعد كده هاجيب عصاية من عصاية الشيش طاووق وهامشي بيها خطوط كده عشان أطلّع أي فقاعات هوا في الكيك. أنا ما باخبطش الصينية خالص، لإن أنا مش عاوزة أطلّع الهوا اللي عملته في الكيك. بتدخل فرن مسخّنينه كويس من قبلها على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة وبتكون جاهزة معانا. باسيبها لحد ما تبرد خالص وبعد كده باغلّفها في كيس بلاستيك وأدخّلها التلاجة لتاني يوم الصبح. هنا بعد ما قعدت في التلاجة ليلة كاملة طلّعتها وشِلت منها الورق زي ما أنتم شايفين كده، الورق بيتشال بكل سهولة. وأنا قايلة لكم إن ده ورق كان أبيض عادي، ورق تصوير أبيض، يعني عادي زي ما أنتم شايفين كده، أحلى من ورق الزبدة كمان، بكل سهولة اتشال معايا. وزي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله الكيكة مرتفعة معايا، لإن أنا كنت معلية الورق عن الصينية كمان، فما شاء الله ارتفعت كويس وشايفين سمك الكيكة قد إيه. بعد كده هابدأ أقشّر وش الكيكة زي ما أنتم شايفين كده بيتشال معايا بكل سهولة. لإن زفارة البيض بتكون موجودة فيه، زي ما أنتم شايفين كده بعد ما قشّرتها بدأت أقطّعها. أنا هنا قطّعتها 3 طبقات ما شاء الله، كل طبقة كانت زي ما أنتم شايفين كده سمكها عريض كمان. زي ما أنتم شايفين كده الكيك ما شاء الله طري جدًا وأسفنجي جدًا، كمان نتيجته أحلى من دي الإسبونج الجاهز. بعد كده هابدأ أحضّر كريم شانتيه، معايا كوباية من المَيّة المتلجة ونُص كوباية من السكر، طبعًا السكر نسبي. باضربهم كويس الأول مع بعض عشان أدوّب السكر كويس مع المَيّة، وبعد كده بانزل بكوباية من الكريم الشانتيه الخام. بعدين باضربهم كويس جدًا لحد ما أوصل لقوام كريمي من الكريم شانتيه زي ما أنتم شايفين كده. القوام نفش معايا وبيبقى القوام كريمي، بيعمل منقار زي ما أنتم شايفين كده، قوام ثابت مش لين، أهو زي ما أنتم شايفين كده باوريكم.
بعد كده ضِفت رشة صغيرة من الفانيليا السايلة بتدّي طعم حلو أوي للكريم شانتيه، ممكن كمان تزوّدي معلقتين كبار من اللبن البودر بيدّي طعم حلو جدًا برضه للكريم شانتيه. هابدأ أشتغل في الكيك على طول، هنا أنا باسقيه بشربات خفيف عبارة عن نُص كوباية من السكر، ونُص كوباية من المَيّة يغلوا على النار، بازوّد عليهم عصرة حاجة بسيطة جدًا من الليمون، بعد كده باسيبه يغلي غلوتين، وبعد كده باطفي عليه النار واسيبه يبرد خالص، أو ممكن كمان عسل نحل مخفف بمَيّة. بعد كده هابدأ أفرد الكريم شانتيه على الكيك زي ما أنتم شايفين كده، أنا حطيته بس في كيس حلواني عشان يسهّل معايا الفرد، بس ممكن عادي نفرده بمعلقة عادي جدًا، زي ما أنتم شايفين كده هابدأ أسوي الطبقة. بعد كده هابدأ أضيف الطبقة التانية من الكيك زي ما أنتم شايفين معايا كده، وهاكرر نفس الخطوات، هارجع أسقيها بشربات الخفيف اللي إحنا عملناه، وبعد كده هابدأ أفرد عليها طبقة من الكريم شانتيه، نفس خطوات المرة اللي فاتت بالضبط زي ما أنتم شايفين معايا كده، طبعًا أنتِ ممكن تزودي طبقة الكريم شانتيه ممكن تنقّصي زي ما أنتِ عاوزة، أنا بس باحب يكون طعم الكيك باين، ما باحبش أكتر كريم شانتيه أوي. بعد كده هابدأ أسقي شربات برضه آخر طبقة من الكيك، بين كل طبقة والتانية لازم أسقي شربات، لإنه بيدّي طراوة حلوة أوي للكيك، وحتى لو باتت معاكِ في التلاجة مش هينشف معاكِ. بعد كده هابدأ أساوي الكيك وأشيل الأطراف زي ما أنتم شايفين معايا كده، بعد كده هابدأ أغلِّف الجزء الخارجي من الكيك بالكريم شانتيه، وباغلِّف كل جوانب الكيكة بالكريم شانتيه زي ما أنتم شايفين كده معايا، كده هادخّلها التلاجة لمدة ساعة عشان تبرد معايا وتتماسك طبقة الكريمة أكتر. وبعد كده هابدأ أحضّر جناش الشوكولاتة، معايا ربع كوباية من اللبن، معلقة كبيرة من الزيت، معلقة كبيرة من الكريم شانتيه، باقلّبهم كويس مع بعض، بعد كده بارفعهم على النار لحد ما يغلوا، بعد كده باضيف عليهم 100 جرام من الشوكولاتة يعني نُص باكيت، باقلّبه كويس لحد ما الشوكولاتة تسيح معايا زي ما أنتم شايفين كده، وبعدين باركنه على جنب واسيبه يبرد. حطيته في كيس من التلاجة، وبعد كده بدأت أعمل بيه دروبات من الشوكولاتة على الجوانب زي ما أنتم شايفين كده. الصراحة هنا استعجلت عليه، كان هو لسه دافي شوية، عشان كده الشوكولاتة اتسالت مني شوية، فأنتم سيبوه يبرد أكتر، عشان الدروبات تكون معاكم شكلها أحلى من كده وما تسيلش بسرعة. طبعًا التزيين يرجع ليكِ زي ما أنتِ عايزة، أنا هنا هاعمل تزيين بسيط خالص، باعمل روزتات من الكريم شانتيه على أطراف الكيك زي ما أنتم شايفين كده. بعد كده هابدأ أصُب جناش الشوكولاتة في النُص زي ما أنتم شايفين كده، الجناش بارد بس مش متماسك، يعني لازم يكون لسه سايل عشان تعرفي تفرديه براحتك زي ما أنتِ شايفة كده، أنا باحرّك الكيكة وبيتفرد معايا بكل سهولة. طبعًا لو خلّيتيه سُخن أو فيه نسبة دفا عالية هيسيّح معاكِ الكريم شانتيه ويبدأ طبقة الشوكولاتة تتدخّل مع الكريم شانتيه، بعد كده أنا زيّنته ببديل من بسكوت الأوريو، حطّيته كده في الجوانب زي ما أنتِ شايفة، وبعد كده حطّيت شوية من شوكولاتة شيبس البيضا أنا اللي عاملاها، طبعًا التزيين يرجع ليكِ زيّنيها بالشكل اللي تحبيه، أنا بس بادّيكِ فكرة بسيطة وأنتِ اختاري اللي أنتِ عاوزاه. بعد كده أنا دخّلتها التلاجة حوالي ساعتين، طبعًا إحنا في الشتا الموضوع بيكون أسهل أكتر من الصيف، لكن في الصيف بتحتاج وقت كبير، لإن الحاجة بتسيل منِّك بسبب حرارة الجو. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. الكيك كان ممكن يتقطّع ل4 طبقات، لو عندِك منشار هيبقى الموضوع أسهل. هنا بعد ما قطّعتها زي ما أنتم شايفين كده الكيكة لونها فاتح، هشة جدًا، إسفنجية، وبجد طعمها روعة وأحلى بكتير من الجاهز، وطبعًا أوفر بكتير. جرّبي بنفسِك واحكمي، وبالهنا والشفا.